المتبقية من عمر شوط المباراة الأول والشوط الثاني، لكن الله اللي يستر. هدف عراقي خاطف، جول! الله يا عراق، هدف أول لصالح المنتخب العراقي. إذا رد علي. نعم هكذا يسجل العراق أول أهدافه في الدقيقة 24، وكأنه سامعني عندما قلت مناف صرخ بهدف عراقي في مباراة بنغلاديش مثل هكذا وقت، وأنا هنا أعطي هدف أول لصالح المنتخب العراقي في الدقيقة الرابعة أو الخامسة والعشرين عن طريق اللاعب رقم 20 اللي هو سامر ماجد. نعم هي مسألة وقت، وبالتالي هدف عراقي قادم أول لصالح منتخب بلادي. لاحظ هذه وحدة، الثانية شوت جول، هدف للعراق، وبالتالي من ركنية. وهذا الرجل المتخصص طبعا بكالوريوس بالضربات الركنية لعبها بشكل ممتاز، وبالتالي عانقت شباكك يا باكستاني يا حسان الله. 20 اللي هو سامر ماجد، ورقصة عراقية وابتسامة بتسجيل هدف ثاني عراقي. يعني من طبع المعلق العراقي انه طماع بعض الشيء، لا يقتنع بالهدف الاول، وعلينا ان نسجل هدف ثاني. حقيقه هذا ما اتمناه في الدقائق القادمه من عمر المباراه. كره ملعبه لصالح المنتخب العراقي. وبالتالي العراق يتقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العراقي، يحاول الفريق العراقي انه يسجل هدف ثاني. ملعوبة، جول للعراق، هدف ثاني من نفس اللاعب. نعم مسألة وقت، ليس الا ان يسجل سامر ماجد هدف ثاني لصالح المنتخب العراقي. خلاص عراق بوسع السماء والقاع، شفناك قبل ما يوم تهتم. عراقش ما تطيح بساع، لابد ترد ردود تلتم، والعراقي رد مرة أخرى وبهدف ثاني سريع أن يسجل العراق الهدف الثاني لهذه اللحظات في الدقيقة 28 من عمر اللقاء. إذن هدف ثاني لصالح الفريق العراقي. العراق حتى الآن هدفين مقابل لا شيء لصالح المنتخب الباكستاني. على نتيجة المباراة. كرة ملعوبة حلوة جميلة، خروج غير موفق، وهدف ثالث للعراق قادر. جول للفريق العراقي، هدف ثالث للفريق العراقي يسجل في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، والعراقي أو 59 من عمر اللقاء، والفريق العراقي يضع أول أهدافه في شوط المباراة الثاني وهو الهدف الثالث، وقبلة على الرأس ولم لا. ومن هنا أرسل لك قبلة يا حبيبي يا 10/10 الفريق العراقي، 10/10 الفريق العراقي. محمد سلام يسجل هدف العراق في الدقيقة 59 من عمر اللقاء. أحمد سلام، وهو أول هدف للفريق العراقي في شوط المباراة الثاني. شوف هذا هو اللي هو محمد سلام، وسلام مني لك يا موفق يا حبيبي يا مدرب المنتخب الوطني العراقي للشباب، ويا رب